والشام أرض مباركة، وحرام على منافقيها. أنا أقول لكم هذا كلام رسول الله، حرام على منافقيها أن يظهروا على مؤمنيها. شلون عم ينتصروا عليهم؟ شلون؟ لأننا تركنا ديننا، لأننا عصينا ربنا، لأننا خرجنا عن منهج ربنا، ولا يمكن لنا أن ننتصر إلا أن نعود إلى الله. القلة حينئذ ممكن تنجح، مو ضروري الشام 2 أو 3 يكونوا كلهم على نفس واحد، قلة إذا كانوا. وأنا أملي كبير بهذه القلة. عنا بالشام الحمد لله في صالحين كثير، في أولياء كثير، في عارفين كثير، أحياء وأموات. والله لن يضر أهل الشام، الله لن يضر الله أهل الشام ما دام هؤلاء بينهم، ولكن عم يتأخر النصر لأن نحن تأخرنا في التوبة. توبوا إلى الله وشوفوا شلون النصر يأتي فورا فورا. رجل من الصالحين خرج مع واحد من إخوانه، شاف منه عجائب وأعجب ما رأى. قال كنا في صحراء، الماء انقطع والطعام انقطع والطريق واحنا على 2 نمشي، والموت أصبح قريب منا. لما شافه متضايق قال له ادعي لنا الله يفرج عنا. قال له بدعي لك بس بتستر عني. شو حيساوي؟ حيعمل منكر. قال له بتكتم عني؟ قال له اكتم عني؟ قال له انا سأفعل شيئا. لا تكتم عني وما بتحكي لي حتى تموت بساوي. قال له خلاص بعدتك. شو عمل؟ اجى هذا الصالح بايده العصا ضرب الحجر فطلع منها الماء وشربوا. قال له اكتم عني هذا، لا تحكي لي حتى موت، حتى ما يعجب بنفسه انه والله بيضرب الحجر بيطلع منه ماء، مثل ما صار مع سيدنا موسى. مو بس الانبياء، الله بيعطيها للاولياء كمان بس يكونوا صادقين. ضرب الحجر وقال له اوعى، مش كانه عم يعمل ذنب، كانه عم يعمل معصيه. اوعى تحكي عني. قال له استرني. شو استرني؟ ما بدي تقول عني اني انا ولي من أولياء الله بضرب الحجر بيطلع ماء. وفعلا شربوا وأخذوا معهم ومشوا وكملوا رحلتهم بأمان. وفي الشام في ناس من هذا النوع اليوم بتدي وينه؟ بقول لك عند الله معروفين، ودعاء سيستجاب وستروا آية الله. يا الله ستروا آية الله. توجهوا إلى الله والله حيصرنا الله. هي بالله أقول. الله يبشرك بالخير يا رب. والله ما انه ان شاء الله ان شاء الله. بس نحن نصلح حالنا شوي، نصلح حالنا شوي، نتوب الى الله. نحن طبعا في هالاولياء عم يدعوا ما اصروا، لكن انت حيستجيب الله لما يشاء هو ربي سبحانه وتعالى، ويجد ان الحكمه في الاجابه فيعطينا اياها، ونحن حيمشينا مع الصالحين. الصالحين الأولياء حيعطيهم الكرامة ونحن حيمشينا معهم. فأبشروا واطمئنوا، النصر آت وقريب، والحمد لله رب العالمين.